السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة تانية في وصفة من وصفات شيوات سعاد. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا لي كيش بصدر ديال الدجاج والبصله. ولهاد الوصفه غادي نحتاجو عجين مورق. عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع رقيق ولا الكفته ديال الدجاج ولا ديال لادند. غادي نحتاجو واحد البصله ولا زوج مشلضين رقاق، والبيض على حسب على حسب الخليط عفوا. غادي نحتاجو 200 مليلتر ديال القشطه الطريه ديال الطبخ، وغادي نحتاجو شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت باش غادي نشحروا هذيك البصيله. غادي نفوتو نوجدوا هذه الوصفه على بركه الله. انا سرحت العجينه ديال عجين المورق. انا عندي هاد الليمون اللي هو هادو، عندي هاد الليمون اللي غادي ندير فيهم. نتوما يبقى لكم كل وحده كل سيده الليمون اللي بغات تستعملهم، سواء كبار ولا صغار ولا غارقين، كل وحده واش بغات. انا عندي هاد الطبيصل كيجي واحد شويه كبر من هذه، باش من نديروه باش يجي مع الجناب. هذاك العجين واصل حتى لهنا الفوق مع الجناب. غادي نقطع به ولا باش يقطعها بحال هكذا. سهيل اللي ما عندهاش هكذاك تقدر تقطع باي طبسيل عندها ولا اي حاجه اللي تجي لها مع ليمون اللي باغا تستعملهم. انا كيما تشوفوا هكذا، انا صاوبت شي وحدين هكذا. من الاحسن انكم ديروهم في الثلاجه واحد شويه باش يقدروا يطلعوا من هنا ويجيكم لي كيش زوينين من هنا. وغادي ندخلوهم يطيبوا واحد شويه، عاد نوليو نعمروهم. كيما راكم تشوفوا انا درت لهم شويه ديال الروز لداخل باش ما ينتفخوش. ودرك غادي ندخلهم للفران. بعد ما طاب الدجاج ديالنا كما راكم تشوفوا هكذا خليته يبرد. هنا راني درت 5 ديال البيضات على حسب على حسب الحجم ديال البيض. غادي نزيدو معاهم كاس 200 مليلتر ديال القشطه الطريه ديال الطبخ. غادي نزيدو معاهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح اللي غادي يملح لنا هذا غير هذا البيض، لان الدجاج والبصيله راه درت معاهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. غادي نخلطوهم مزيان وغادي نخرجوا الليمون ديالنا باش نعمروه. كما راكم تشوفوا دوك لي طارطات ديالنا اللي غادي نعمروهم بليكيش هما تحمروا. درك غادي نعمرهم انايا بشويه ديال الدجاج والبصله اللي وجدنا. كما راكم تشوفوا هكذا شويه غادي نفرقوها عليهم هكذا. نحاولوا ما نديروش بزاف لان غادي نديروه لهداك الخليط ديال الاخر باش ما يفيضوناش هكذا. انا غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي نولي باش نعمروهم بهذاك الخليط اللي وجدنا ديال البيض ولا كريم عفوا الكريمه ديال الطبخ. هكذا غادي نعمرهم انا بهذا الخليط اللي وجدت هكذا. ما غاديش نعمرهم بزاف لانهم غادي يتنفخوا في الفران. هكذا انا غادي نعمرهم كاملين وغادي ندخلهم الفران يطيبوا وغادي نوريكم الشكل النهائي. الكيش ديالنا بعد ما جبدناه من الفران هو هذا. كما راكم تشوفوا راه عاد سخون، كيجي محمر وكيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوه، والى لقاء اخر بحول الله.